مساء الخير واهلا بيكم وحكايه جديده وحكايتي. منورنا النهارده في الحكايه دكتور عبد الله هيكل، رائد من رواد العمل الاجتماعي وسفير نوايا حسنه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا النهارده، ويعني حابين نعرف قبل ما تشتغل في العمل الخيري ويكون ده اتجاهك، مجالك اصلا كان ايه؟ المجال بتاعنا كان مجال طبيعي جدا لاي شاب اتخرج من كليه التجاره قسم محاسبه، وكنا بنفكر طبعا ازاي نقدر نطور من نفسنا. طورت من نفسي ودرست دراسات تانية اكتر واوسع، بحيث ان انا اكون ملم بتخصصات تانية، خصوصا ان انا سافرت على السعوديه. زي اي شاب مصري عنده هدف وامل انه يقدر يشتغل في اكتر من مجال. دخلت في مجال التأمين الطبي، يمكن كان بعيد شوية عن مجال دراستي، لكن الحمد لله رب العالمين قدرت ان انا اطور فيه من نفسي، وقدرت ان انا استفيد منه ده كان استفادة اول حاجه قوية. الانشورنس. بالظبط. فاشتغلت لغاية ما وصلت مدير تأمين طبي، وبدأت الحمد لله ان انا ادخل في مجالات تانية طبية. وده كان يؤكد ان مش مهم الدراسة قد ما مهم الخبرة العملية اللي تقدر تكتسبها، وان طالما اتحطيت في موضع معين لازم ولابد تكون قده، ولازم انك تسعى انك تطور من نفسك. وطول ما احنا عايشين اكيد بنتعلم وبنثقف من نفسنا ونطور من قدراتنا. واصبحت السوشيال ميديا مجال مفتوح لتعليم كافة المجالات. واحنا معروف ان الشاب المصري في المجتمعات كلها والعالم كله، ان شاب معروف انه بيطور من نفسه، معروف ان هو صاحب مهارات متعددة وخبرات كتيرة. فلما تتيح له الفرصة انه يطور من نفسه، اعتقد ان الفرصة السانحة ما بتعوضش مرة واحدة، بيسموها الفرصة الضائعة. والحمد لله رب العالمين قدرت ان انا احقق نجاح في الحياة العملية. انت كنت هنا حاسس ان انت القدر هو اللي بيوجهك؟ صحيح بالظبط. ما كانش اختيارك في اللقطة دي، يعني انت ممكن تكون حبيت الدراسة في كلية التجارة، لكن ما كنتش تتخيل انك تدخل في مجال طبي خالص. اكيد، هو كنت رايح اصلا على مجال المحاسبي او المجال المالي. جات لي فرصة ان انا ادخل مجال الطبي، فقلت ليه لا، والحمد لله قدرت ان انا استفيد من المجال ده كويس جدا، علشان نقدر كمان نطور في بلدنا، ونقدر لما نرجع نقدر ننقل الخبرة اللي اكتسبناها بره في مجال التأمين الطبي في مصر. وفي نفس الوقت مجال كبير، مجال فيه معرفة قوية، مجال يخلينا كل واحد عارف الحقوق اللي له ايه، مش بس مجرد وظيفة او مجرد مهنة احنا بنأديها عشان نهاية الشهر نشوف راتب معين احنا بناخده، لا، ازاي نقدر ننجح فيه. وفي نفس الوقت الغربة كانت مجرد وحدة لشاب في بداية حياته، فأصبحت أكيد علمتك حاجات كتير. يعني دايما يقولك في السفر 7 فوائد، فلو استفدت فايدتين بس فأنت مستفيد برضو. ايه اللي أكيد حصل معك كفايدة؟ يعني تقدر تقول تجربة السفر دي أثقلت فيك ايه كشخصية؟ أكتر فايدة احنا اتعلمناها ان احنا اثبتنا للعالم كله قد ايه المصريين في الغربة في توحد كبير وتعاون مع بعض. اكبر جالية مصرية هي موجودة في السعودية، وبحكم ان احنا متواجدين في السعودية قدرنا ان احنا نساعد غريمين بعدد كبير جدا من اللي هم عليهم قضايا مالية او ديات اللي هي بتكون في حالات قتل خطأ. قدرنا نحقق فيها في ساعات معدودة ان احنا نقدر ننقذ الشباب دول انهم يرجعوا بلادهم من تاني. الشاب المصري اللي اصبح انه يسافر بتأشيرات حرة او تأشيرات وهمية، ان يلاقي له سند في الغربة، يلاقي له حد يقدر يعتمد عليه حتى لو مجرد المشورة. دي برضو من ضمن الفوائد في السفر، ان يلاقوا اهل وونس. الناس بطبيعة الحال او شعبنا معروف دايما انه شعب ونس، شعب اجتماعي بالفطرة، متدين بالطبع. ففي كل مكان في العالم نلاقي دايما الجاليات المصرية متكاتفة ومع بعضها. وغير بقى بالإضافة ان احنا الحمد لله بنعمل ندوات ونعمل لقاءات، وبنحاول في المناسبات والأعياد بنكون مع بعض دايما كجو أسري. طبعا ما فيش حاجة بتعوض الوطن أو بتعوض مصر، لكن بنحاول بقدر الإمكان نهون على بعض الغربة. تاني حاجة بقى المعرفة. احنا سافرنا للجدية، ما سافرناش لمجرد الفسح أو الرحلات أو مجرد إن احنا بنقضي وقت وخلاص، لا، احنا سافرنا لمدة زمنية معددة احنا بنسعى ليها عشان نتعلم،
عشان ناخد خبرات معينة نقدر نرجع بلادنا بالخبرات اللي احنا اكتسبناها فنفيد في المجتمع. وازاي نقدر نؤثر في المجتمع اللي احنا فيه ايا كان احنا موجودين في دولة ايه او موجودين خارج مصر. والحاجة الاهم، سافر لبلدك. مصر ام الدنيا وقد الدنيا، فتستحق ان كل مواطن مصري يحمل رسالة عن مصر يبينها للعالم كله ان مصر فعلا بلد الامن والامان. مصر فعلا كيان كبير، دولة كبيرة تستحق مننا كل الاحترام وكل التقدير، وتستحق مننا الدفاع عن مصر في الخارج ضد اي شائعات. مش معنى ان انا متواجد في دولة تانية انسى اصلي او انسى ترابطي بدولتي، انسى ان انا في الاول وفي الاخر انا مصري. حتى اللي بياخد جنسية بره او بيسعى لها عشان يكون عنده ازدواجية في الجنسية ما يقدرش ينسى او يتجاهل بلد مصر هي الاساس. شعوب كتير جدا في العالم كله بيتمنى ان ياخد بس مجرد اقامة في مصر، مش مجرد الجنسية في مصر. فمصر في دمنا، مصر بنحمل لها كل حب وكل تقدير وكل احترام. اكيد مهما تغربنا لازم هنرجع بلادنا، لازم هنرجع مصر، لازم يكون عندنا هدف واحنا عارفين ان مصر لها حق علينا، حق في العلم، حق في المال، حق في خبراتنا، حق في اهلنا وولادنا. لازم ولادنا يعرفوا ان اصلهم في مصر، مكانتهم في مصر، رجوعهم برضو لمصر مش بره. ودايما بننتقد دايما الشباب اللي بيتكلم باللهجات او اللغة حتى بتاع البلد اللي هو مسافر عليها اكتر من بلده. لا، القومية هي اللي بتكون نابع جوانا، ودي برضو من ضمن الفوائد ان احنا بنفتخر دايما واحنا ماشيين ان مصر جوانا جوا قلوبنا. بنرفع علم مصر في كل حياتنا، بنفتخر قدام العالم كله ان احنا مصريين عشان نقدر ننقل الصورة الإيجابية لبلادنا، ونفتخر ان مصر عشان مصر تستحق مننا ان احنا فعلا ننقل الصورة الحلوة ليها. حقيقي. اتجاهك بقى للعمل الخيري، يعني الخطوة بدأت منين؟ هي ابتدت من هنا في مصر طبعا، وبدأنا ننقلها بره بتكاتف للمصريين في الخارج. ابتدت بمبادرات حب الخير للغير. احنا كلنا شعب مصر اتربى على احترام وتوقير للكبير والعطف على الصغير. دايما احنا كشعبنا شعب عاطفي، معروف دايما بالعاطفة ومعروف بالفطرة. شعبنا دايما نلاقيه في الأزمات، لو حريقة موجودة في بلد ولا قرية لا قدر الله نلاقي الكل بيتكاتف، ما بينتظرش يقول لا ده دور المطافي او الدفاع المدني، لا احنا هنقعد احنا على جنب وده دورهم هم اللي بيشتغلوا. لا، احنا الشعب المعروف ان قبل حتى ما الدفاع المدني يجي يلاقوا الحريقه انطفت من شعبنا، اتعودنا على ده. كذلك في الحوادث لا قدر الله نلاقي الشعب المصري دايما بيجري، ما بيفكرش ده جنسيته ايه، ما بيفكرش ده ديانته ايه. لا، الكل عندنا سواسية. معروف ان شعبنا فعلا عنده العمل الإنساني مش فرض ولكن واجب اجتماعي. فاحنا اتربينا على الفطرة دي، فأيا كان بقى لما بنسافر بننقل نفس التجربة. فبدأنا ننقل التجربة ديت بره. شباب مصر كتير جدا بيحاولوا يستغلوهم بطرق وهمية، عن طريق عقود عمل وهمية، عن طريق هجرة غير شرعية، عن طريق تأشيرات حرة. فبالتالي بنحاول ان احنا نوعي الشباب، نحاول نعرفهم حقوقك ايه وواجباتك ايه. انت رايح لدولة المفترض تكون عارف قوانينها، المفترض تكون طالع على عقد موثق. طب ازاي تقدر تتواصل مع نخبة كبيرة من الشباب وتقول لهم ده؟ ما هو يعني وارد جدا ما يبقاش هجرة غير شرعية ولا حاجة، بس حد يقول له طب بص بقى انا عندي ليك فرصة عمل، فيبقى شايف ان هو راجل طيب عادي، ما فيش من ورا الكلام طيات يعني او حاجة خطر او حاجة، لكن يسافر وبعدين يدخل بقى في القصص التانية. صحيح. السوشيال ميديا دلوقتي أصبحت عالم مفتوح بيربط المجتمعات ببعضها. كله دلوقتي عنده مشكلة بيحاول يلجأ للسوشيال ميديا عشان ينقلها لأكبر عدد من الناس، ومين ممكن يقدر يساعده ولو حتى يطبطب عليه ويقول له اطمن، ما تقلقش، ما تخافش، يقول له نصيحة يقدر يتوجه بيها. أصبح السوشيال ميديا دلوقتي قد ما ليها بعض السلبيات لكن إيجابياتها أكتر. إيجابياتها في تكاتف المصريين، يمكن كل محافظة أصبح دلوقتي لها صفحة على السوشيال ميديا، حتى القرى أصبح لها صفحات على السوشيال ميديا. فأصبح التوعية سهل جدا نقدر نوصلها لأكبر شريحة من الناس. حتى العمال اللي ملهوش في السوشيال ميديا بيحاول ينقلها عن طريق حد معاه في السكن، عن طريق صديق له قبله بالصدفة. المهم إن حد بينقل التجربة ديت على صفحات السوشيال ميديا. لما بيجي ينقلها بينتظر منها النصيحة وينتظر الدعم،
سواء كدعم مادي علشان يقدر يرجع بلده بتذكرة سفر وقدر ان انا ارجع، او بحل قانوني بنحاول نشوف المختصين من الناحية القانونية عشان يقدروا يساعدوه من الناحية القانونية بحيث يحل المشكلة اللي عنده العمالية او القانونية، او مشكلة مالية زي اللي بيكون عليه ديات. ويمكن في الفترة الأخيرة الحمد لله ساعدنا حالات كتير جدا من الغارمين اللي كانوا معلقين في السعودية، والحمد لله رجعوا بلادهم، والحمد لله اتحلت مشاكلهم بتكاتف من المصريين وبشكل قانوني وبشكل إيجابي، نقل صورة عن المصريين في الخارج جميلة قوي. ويمكن ما فيش ولا مشكلة بتحصل لمصري في الخارج إلا ما بنلاقي تكاتف من المصريين كلهم حواليه مجرد ما بتنزل المشكلة. طبعا بحكم فطرة الإنسان مش هيكون ملم بكل المشاكل سواء كداخل مصر أو كخارج مصر، ولكن المشكلة اللي هي بتتعرض علينا أو بتجيلنا في طريقنا أكيد ما بنتغزلش، أكيد بناخدها بشكل إيجابي ونحاول نقف معاهم ونحاول نتكاتف كلنا في حل المشكلة دي. تمام. دايما الناس اللي بتبقى عايزة تتوجه للعمل الخيري مش كلهم بيعرفوا يبدأوا منين أو يروحوا فين. يعني حابين نقول للناس اللي حابة تقدم على حاجة زي كده تتوجه ازاي؟ عمل الخير بحر واسع جدا، لو مش نابع من جوانا مش هيقدر ينجح فيه ولا هيقدر يقدم فيه. عمل الخير زي أي عمل بس مجرد صدقة. احنا دايما الناس متعودة ان عمل الخير مرتبط بصدقة المال، واحنا مؤمنين بصدقة العاطفة. صدقة المال تشبع البطون اللي هي المواد الغذائية، أو بنعمل مائدة رحمن في رمضان، أو بنوزع وجبات غذائية. ولكن صدقة العاطفة بتشبع القلوب. الناس محتاجة دلوقتي القلب اللي يحس بيها، الإيد اللي تطبطب عليها، اللي يكبر بخاطرها، اللي ينصحها، اللي يقول لها بكرة أحسن. الناس محتاجة الإيجابيات مش محتاجة السلبيات. الناس نفسيا أصبحت دلوقتي بتسمع عن العالم كله أصبح مشتت، حروب، نزاعات، مشاكل اجتماعية. الناس محتاجة اللي يتفائل. تفائلوا بالخير تجدوه. ويمكن دي رسالة هننقلها يوميا كل يوم الصبح ما كبسولة صباحية ده على السوشيال ميديا. بنحاول ننقل لهم روح التفاؤل، بكرة أحسن، بكرة أجمل، اصبر إن شاء الله بإذن الله خير، اطمن، ما تقلقش، ابشر دايما بالخير، استبشروا بالخير تجدوه. الناس محتاجة ده، محتاجة تعرف إن نهاية الطريق نور مش ضلمة، محتاجة تعرف إن نهاية الطريق مفتوح مش مقفول. شبابنا شباب واعي ويستحق مكانة عالية. ممكن تكون الفرصة ما جاتش له دلوقتي، بس علشان هتجيله الفرصة أجمل وأحسن وأرقى وأعلى، ولازم يكون مدرك ده. بس محتاج منه سعي وصبر وتوكل وإتقان. سعي وهو مؤمن وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مش مجرد إن أنا بسعى من جوايا ولا أنا قدمت سافرت رحت وأنا قاعد أو مجرد عن طريق النت، لا، ربنا قال له وأن سعيه سوف يرى، يعني هيتشاف ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني هتتجازى عليه. القاعدة التانية التوكل مش التواكل، ومن يتوكل على الله فهو حاسبه. التالتة الصبر، إن الله مع الصابرين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بالظبط. والإتقان، أنت اشتغلت في عمل حتى لو مش تخصصك ولا مجالك لازم تتقن فيه عشان تنجح فيه، وعشان ربنا ممكن ينقلك لمرتبة تانية خالص. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. مش معنى إن أنا اتحطيت في وظيفة معينة بعيدة عن تخصصي أو مجالي إن أنا منجحش فيه، لا، تتقن فيه ما دمت عملت العمل ده، وإلا هي دي نقطة مهمة أصلا. يعني الإتقان ده ممكن تكون بتشتغل حاجة مش بتحبها، بس لو أنت بتعمل زي ما ربنا أمرك إنك تكون بتعمل ده بحب وإتقان ممكن تلاقي نفسك نجحت نجاح أنت مش متوقعه. وده حصل في حكاية تانية لضيف تانية. صحيح، ده فعلا حقيقي. وده عمل الخير بينطبق عليه على فكرة دايما ده، إن أنا مش مجرد متطوع في عمل خير وخلاص، لازم أكون بعتبره زي أي عمل بقوم بيه، لازم يكون من جوايا، لازم أتقن العمل ده لأن بيكون أمانة. الحالة اللي جاية لك جاي حالة إنسانية محتاجة المساعدة، محتاجة اللي يطبطب عليها، محتاجة اللي يكبر بخاطرها. أكون مؤمن إيمان كامل إن التوفيق ده مش بتاعي، التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. أكون مؤمن ويرزقكم من حيث لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الحالة دي ليك إنك سبب، ربنا استعملك سبب لمساعدة الحالة دي أو الشخصية دي أو الناس دول. فأنت في المجتمع لازم يكون لك دور، لازم تحس في النهاية إن أنا عندي عبادة منسية اسمها عبادة جبر الخواطر. العبادة دي دورها إيه في حياتي؟ أنا جبرت بخاطر مين النهاردة؟ أنا ساعدت مين النهاردة؟
اتصدقت على مين النهاردة، ابتسمت في وش مين النهاردة، قلت كلمة طيبة لمين النهاردة. احنا دايما اتعودنا وتربينا بنصحى الصبح نقول كلمة صباح الخير، بنتمنى الخير للغير، وقبل ما ننام تصبحوا على خير، بنتمنى الخير لكل الناس اللي حوالينا. الخير بيعم علينا، الخير نابع من القلب، نابع من السلام، نابع من المحبة. شعب اتربينا على ده، شعب أول ما يصحى فترة الامتحانات نلاقي المجتمع كله بيتكاتف عشان يدعو للي بيمتحن. شعب لو في عزا ولا في حادث لا قدر الله نلاقي الشعب كله بيتكاتف، وكأن العزا ده شامل للشعب كله. الحزن بيكون نابع للقلب من كل الناس، والفرح برضو كذلك. أعيادنا وحدة، مناسباتنا بتدل على طيبة وأصالة شعبنا. اكيد طبعا. بس انت متفرغ، يعني هل متفرغ للعمل الخيري دلوقتي، ولا قدر تمزج ما بين العمل او في شغلك في مجال الطب او الانشورنس يعني، وفي نفس الوقت بالعمل الخيري؟ أكيد طبعا إن العمل الخير اللي بيكون نابع من القلب بيكون فيه بركة في الوقت. فهي سبحان الله لما بتيجي حالات إنسانية أو حالات محتاجة المساعدة، سبحان الله الحالة بتاخد من وقتنا طبعا أو من وقت فراغنا، وتاخد أحيانا من وقت شغلنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعوض وبيبارك في الوقت التاني من باب ولسوف يعطيك ربك فترضى. قد ما أنت سعدت ده ربنا سبحانه وتعالى هيساعدك. وده مش كلامي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فاللي بيستقطع من وقته ولا من جهده ولا من ماله ولا من علمه ومفكر ده هيروح هباء، لا، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك أضعاف مضاعفة، لأنها تجارة ربحانة، تجارة في الخير، تجارة البيع فيها مش خسارة، البيع فيها ربحان. انت بتبيع خير، بتبيع وقت أيا كان. أصل أنا النهاردة مشغول، أصل أنا مش قادر، لا، ممكن بكلمة تطيب بها خاطر حد، ممكن بكلمة بتنور طريق حد، وممكن بنفس الكلمة ممكن تولع حريق، وممكن بكلمة بتنور طريق، وممكن بكلمة بتهدي صديق. يعني بكلمة بتأثر في الناس كلها، وإلا ما كانتش الكلمة طيبة صدقة. وده كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ديننا اتبنى على أسس كلمة طيبة، ابتسامة في وش صديق، إماتة أذى عن الطريق، كل دي صدقات نقدر نكبر بيها بخاطر كل اللي حوالينا. سفير نوايا حسنة، ناس كتير بقى ما تعرفش موضوع يعني ايه سفير نوايا حسنة ده. المعنى نفسه معنى جميل جدا، معنى حلو، لكن الناس تقولك ايوه يعني بيعمل ايه؟ المعنى جاي من النوايا اللي هي النية اللي طالعة من القلب، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فالمعنى نفسه معنى جميل، ومن حب الناس للخير الناس بتحب اللقب ده. اللقب ده بينبع عن طريق منظمات مجتمع مدني تابعة للأمم المتحدة، ومش معنى أنها تابعة للأمم المتحدة أن يكون فيها مقابل مادي أو راتب أو عائد مادي، لأن ديت بيكون تكريم وليس تشريف. دي مش حاجة مهنية، ده حاجة مجرد تكريم، لقب على أعمال إنسانية بتهدف أنه يكون قدوة لشباب تانيين أو شريحة في المجتمع من باب التكريم لشخصية معينة أيا كان المجال اللي هو فيه، سواء مجال الفن، مجال الرياضة، مجال مجتمعي، مجال عمل الخير، لكن الأكترية دايما بتكون في عمل المجتمع أو عمل الخير عشان ننشر الخير في المجتمع، وإزاي نقدر نحب بعضنا وننزع خلافات ونزاعات بيننا وبين بعض. وده على فكرة نقطة أنا شايفها كويسة جدا. لما أنا بشوف لقب ده موجود مع أي شخصية عامة في المجتمع بكون فرحان إن الخير بيعم في كل الناس. بس أنت ما ساعدتلوش يعني؟ هو لا جاله لا خالص، هو جالي التكريم ده من أكتر من جهة. كرموني في موضوع سفر نوايا حسنة، ولكن أنا بفضل دايما إن اللقب ده بيكون لشباب مصر كلهم، لأن فعلا شباب مصر ينالوا لقب سفراء النوايا الحسنة. لما بننزل في الشارع ونلاقي دايما شعب مصر ازاي بيقابل الأجانب، ازاي شعب مصر بيتكاتف في الأزمات، ازاي شعب مصر عنده طموح، ازاي شعب مصر لو اديناله الفرصة ان هو يقدر يحقق نجاح من اول الحرفيين. يعني لو رحنا في اي مكان حرفي في مصر هنشوف قد ايه الناس دي فعلا تستحق سفراء نوايا حسنة في عملهم ومجهودهم ومكانتهم اللي بيقدروا يقولوه، رغم الامكانيات الضعيفة عند بعض الناس، الا انهم حققوا نجاحات كبيرة جدا. يمكن علماء كبار في دول تانية ما قدروش يوصلوا للي هم قدروا انهم يوصلوا له. تكاتف
في المجال الطبي من أول إنسان كانوا موجودين في الشوارع لمساعدة الناس فترة الكورونا. وده أنا شايفها فترة كانت فترة فاصلة أثبتت للعالم كله قد إيه الناس بتحب بعضها وبتخاف على بعض وبتكبر بخاطر بعض من فيروس لا يرى إلا بالعين ولا حتى يرى بالعين المجردة، إلا إنه جه عشان يثبت للناس كلها قد إيه الناس متكاتفة مع بعضها وبتحب بعضها، وقد إيه العلم له دور كبير جدا، وقد إيه الكوادر الطبية لهم مكانة كبيرة جدا، وقد إيه إن لازم إحنا كمان لازم نتعلم الإسعافات الأولية وإزاي نقدر نتعلم نسعف بعض. وده بيظهر في أمهاتنا. بالمناسبة لما حد بيجي له برد أمهاتنا هم اللي بيقدروا يوجهوه، اعمل 1 2 3 والنصايح اللي نقدر نمشي عليها. فسفير نوايا حسنة أنا شايف أن يستحقها كل شاب مصري، يستحقها كل أم طلعت أجيال جميلة جدا بتحمل حب مصر وتحمل اسم مصر. نورتنا النهاردة ونشوفك على خير، ودايما تستمر كده في عمل الخير. ربنا يكرمكم يا رب. وانا بصراحة بشكر أسرة البرنامج الجميل اللي فعلا بينقل صور إيجابية عن المجتمع، وخصوصا الشباب في الخارج وشباب في الداخل، وحركة وصل جميلة جدا. يعني بصراحة برنامج جميل جدا جدا جدا، وسعيد بجد بتواجدي معاكم النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله يتجدد اللقاء إن شاء الله. شكرا ليك، نورتنا. شكرا جزيلا. خلصت حكايتنا النهاردة، استنونا وحكاية جديدة وحكايتي في نفس الميعاد.